هيونداي توسان NX 4E او هونداي توسان الشكل الجديد كليا. العربية دي موجودة في السوق المصري بخمس فئات: سمارت، سمارت بلس، مودرن، ادفانس، بريميوم. العربية دي تعتبر الجيل الرابع، وهي تصنف طبعا من فئة العربيات SUV. ودلوقتي هنشرح الفروق بين الخمس فئات دول. العربية الخمس فئات بينزلوا بنفس الموتور: 1600 سي سي، 4 سلندر، 16 صباب، تربو، عليهم تربو طبعا كلهم، بيخرج 180 حصان و265 نيوتن متر عزم، بيخلي العربية بتجيب من 0 ل 100 في 9.1 ثانية، وسرعة قصوى 200 كيلومتر محددة إلكترونيا. متوصلة بفتيس 7 نقلات دول كلاتش، التحكم فيه من جوه بيكون عن طريق زراير، وبداية من الفئة الثانية بيبقى فيه شيفتات في الطارة. بيوصل طبعا الحركة للعجل الأمامي عشان العربية تعتبر جر أمامي. نظام العفشه بتاع العربيه قدام ماكفيرسون، وورا مالتي لينك، وده برضو في الخمس فئات ستاندر. البريك بتاع العربيه بيبقى فرامل اسطوانه وديسك ورا وقدام، بتبقى فيها ABS اللي هو فرامل منع الانغلاق، وEBD اللي هي توزيع قوى الفرامل على 4 عجلات، والESP النظام الثبات الالكتروني، والهيل اسيست بريك واللي هو النظام بتاعت المساعده في التلال والمنحدرات. ده بيبقى ستاندر في الخمس فئات. لكن الفئه الخامسه بيزيد عليها البريك اسيست اللي هو نظام المساعده للتوقف الطارئ، والامرجنسي بريك اسيست ان هو العربيه لو قربت بزياده على العربيه اللي قصادها وخلاص هتلبس فيها، فالعربيه تفرمل وحدها. وده في الفئه الخامسه فقط. العربيه الفئه الاولى والثانيه بتنزل بجنود 17، والفئه الثالثه بتنزل بجنود 18، والفئه الرابعه والخامسه بتنزل بجنود 19. الفئه الاولى والثانيه ما بينزلش فيهم فتحه سقف. الفئه الثالثه والرابعه بتبدا فتحه السقف، والفئه الخامسه بتبقى سقف بانوراما. نظام الاضاءه الخارجي بتاع العربيه الفئه الاولى والثانيه بيبقى نظام اضاءه هالوجين عادي قدام وورا، والفئه الثالثه والرابعه والخامسه بتبقى الاضاءه LED. الدي لايت بيبقى LED ستاندر في الخمس فئات. البارك سنسور بتاع العربيه الفئه الاولى والثانيه بيبقى بارك سنسور خلفي بس، حساسات ركن خلفيه بس، انما بدايه من الفئه الثالثه والرابعه والخامسه بيبقى البارك سنسور ورا وقدام. وكذلك الكاميرات الخلفيه الفئه الاولى ما فيهاش كاميرا خلفيه، بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه بيبقى فيهم كاميرات خلفيه. نظام مراقبه ضغط الهواء جوه الاطارات او جوه الكاوتشات بيبقى موجود في العربيه بدايه من الفئه الثالثه والرابعه والخامسه. الفئه الاولى والثانيه ما فيهمش المنظومه دي. العربيه بقى من جوه الفئه الاولى والثانيه والثالثه بتبقى فرش قماش، وبدايه من الفئه الرابعه والخامسه بتبقى فرش جلد، حتى الطاره بتبقى جلد بدايه من الفئه الثالثه. طبعا الخمس فئات عليهم مرايات كهرباء واشارات في المرايات، والتحكم في فتح وغلق المرايات برضو كهرباء. انما من جوه مرايات التعتيم بقى، المرايه الوسطانيه تبقى مرايه تعتيم فيها خاصيه التعتيم بدايه من الفئه الثالثه والرابعه والخامسه. كراسي العربيه بتبقى بحكم هيدروليك عادي، فئه اولى وثانيه وثالثه. بدايه من الفئه الرابعه كرسي السواق التحكم بيبقى فيه كهرباء، والفئه الخامسه كرسي السواق والكرسي اللي جنبه بيبقى تحكم كهرباء وفيهم نظام التهويه على الكراسي. الفئه الرابعه والخامسه فيهم كمان في الكراسي نظام دعم القطنيه. نظام فتح شنطه العربيه الكتروني وقفلها الكتروني من ريموت ده بيبقى في الفئه الخامسه فقط. الامبيانت لايت او الاضاءات الداخليه بتبقى طبعا اضاءات داخليه LED متغيره الالوان، مش موجوده غير في الفئه الرابعه والخامسه فقط. التكييف بيبقى في الفئه الاولى تكييف عادي، انما من بدايه من الفئه الثانيه للفئه الخامسه بيبقى دول زون. نظام السماعات جوه العربيه 6 سماعات من الفئه الاولى والثانيه والثالثه، والفئه الرابعه والخامسه بيبقى 7 سماعات وساب ووفر من شركه بوس. نظام تدوير العربيه من الريموت بيبقى في الفئه الخامسه فقط. وطبعا الخمس فئات بيبقى فيهم الشاشه 8.5 بوصه بتاعت المعلومات بتاعت العربيه، وشاشه العدادات تقريبا بتبقى برضو ستاندر ديجيتال او تقريبا من الفئه الثانيه، انا مش متاكد قوي من المعلومه دي. سعر الخمس فئات: الفئه الاولى 595,000 جنيه، الفئه الثانيه 625,000 جنيه، الفئه الثالثه 660,000 جنيه، الفئه الرابعه 715,000 جنيه، والفئه الخامسه او الاخيره اللي هي البريميوم ب 750,000
55,000 جنيه. وده يا جدعان التسعير الرسمي بتاع العربيه، وفي الغالب انك مش هتلاقي السعر ده نهائي، لان الناس بتحط اوفر برايس، والعربيه دي سعرها دلوقتي تخطى ال1,250,000 جنيه.